كلب المالينوا البلجيكي كلب قوي البنية، وهو من سلالة الكلاب العاملة، ومن الضروري معرفة أبرز مميزات وعيوب كلاب المالينوا البلجيكي قبل أن تقرر تربيته. وفي هذا الفيديو نذكر لك أبرز إيجابيات وسلبية تربية كلب المالينوا. التفكير في مميزات وعيوب الحيوان الأليف الذي تفكر في تربيته أمر هام جدا، فمن الصعب أن تحضر حيوانا أليفا لمنزلك ثم تكتشف أنه لا يناسبك ولا يناسب أفراد أسرتك أو نمط حياتك. لذا في هذا الفيديو سنخبرك بأبرز مميزات وعيوب كلاب المالينوا البلجيكي بالتفصيل. تابع معنا. سلام من الله عليكم ومرحبا بكم متابعي قناة أنماط. تتمتع كلاب المالينوا البلجيكية بغريزة طبيعية لحماية مالكه وممتلكاته دون أن تكون عدوانية بشكل مفرط، لذا تعتبر من أكفأ كلاب الحراسة لحماية عائلتك أو ممتلكاتك. كلاب مالينوا أحد أذكى سلالة الكلاب، ويمكنها التفوق في أي مهمة تطلب منها، وهي من أهم سلالة الكلاب العاملة التي تم استخدامها في الشرطة للكشف عن المخدرات والقنابل والغاز، كما يتم استخدامها في عملية البحث والإنقاذ وغيرها من المهام التي تتطلب معدل ذكاء مرتفع. يمكن تدريب كلب المالينوا بسرعة لأنه ذكي جدا كما ذكرنا، حيث أنهم يفهمون الأوامر الجديدة خلال 5 إلى 15 تكرار، ويوصى بالتكثيف تدريبات التنشئة الاجتماعية لهذا الكلب منذ سن صغيرة، وذلك من خلال عرضها على أشخاص وكلاب مختلفة حتى يقبلهم عندما يكبر. كلاب المالينوا البلجيكية هي كلاب نشطة، تحتاج إلى الكثير من التحفيز البدني والعقلي، ويحتاج الكثير من الأنشطة كي لا يشعر بالملل ويقوم بسلوكية غير مرغوب فيها. لذا إذا كنت شخصا يحب الحفاظ على لياقته ولك نمط حياة نشط، فهذا الكلب مناسب لك، وسيندمج معك بسهولة في روتينك اليومي، فهم سريعون في التكيف مع مجموعة كبيرة من الأنشطة والتمارين. على الرغم من مميزاته الرائعة، إلا أن كلب المالينوا له بعض العيوب التي يجب وضعها في الاعتبار. فكلب المالينوا ليس حيوان أليف عادي، فهو لديه متطلبات كثيرة، مما يعني أن أصحاب هذه الكلاب سيحتاجون إلى تكييف حياتهم لتلبية احتياجات كلبهم المالينوا، كما أنه ليس مناسبا لمن يقوم بتربية كلب للمرة الأولى، فهو كلب يحتاج لشخص خبير في تربية الكلاب. إذا كان لديك ساعة عمل طويلة وسيتعين عليك ترك كلبك في المنزل بمفرده، فربما لا يكون هذا هو الكلب المناسب لك. إذا لم تستطع توفير الوقت لجعل كلب المالينوا يمارس التمارين بانتظام، فهذا ليس الكلب المناسب لك، فكلاب المالينوا بحاجة إلى الكثير من النشاط البدني لمنع الملل، وإذا لم تحصل على التمرينة الكافية فقد يلجؤون إلى أنشطة غير مرغوب فيها. كلب المالينوا متحفز وعدواني قليلا نحو الغرباء، وقد يشكل تهديدا للأشخاص الذين يزورون منزلك، ولذلك يجب عليك أن تبدأ تدريبات التنشئة الاجتماعية منذ سن مبكر لتعويض الجرو الخاص بك على مقابلة أشخاص جدد وكلاب جديدة، بالإضافة إلى مواجهة مجموعة متنوعة من المواقف الاجتماعية المختلفة. تعتبر كلاب المالينوا صحية بشكل عام، مع عمر افتراضي من 12 إلى 14 عاما، ولكن مثل جميع السلالات فهي عرضة لمشكلات صحية كخلل التسنج الوركي، وخلل التسنج الكوع، ضمور الشبكية التدريجي، حساسية للتخدير. وفي نهاية